في مدينة الحسكة اجتمع العشرات من مربي النحل في الملتقى الأول للنحالين في إقليم شمال وشرق سوريا بمبادرة من جمعية الجدائل الخضراء البيئية. ناقش المشاركون التحديات الخطيرة التي تهدد النحل، وعلى رأسها الاستخدام العشوائي للمبيدات الحشرية والتي باتت السبب الأبرز لنفوق النحل. وأكد النحالون أن هذه المبيدات تقتل الحشرات النافعة وتخل بتوازن البيئة، كما سلطوا الضوء على تأثير التغير المناخي في تراجع الإنتاج وتهديد حياة النحل. الملتقى خرج بتوصيات لتأسيس آليات دعم ومبادرة توعية لحماية هذا المورد البيئي والاقتصادي والحيوي. شو رايكم؟ شو عندكم مقترحات؟ تفضل. أنا أرحب بجميع المواضيع. بالنسبة يعني ها بروتين أو فيجن هرمون الآلية ده الآلية تبدأ أسبيوتيك يعني المضاد الحيوي. برنج بروتين دارين أو فترة الأمان هي أنا أشخاص بنج عملية لنا شبه بمعنى ما هي الراسية. نسب بشرطية. الجانب الثاني من التقنيات متواصل إنه بالفراريج عندنا مثلا قديش في فترة الأمان بموضوع الهرمونات وموضوع المضادات الحيويه. هاي المواضيع من مواضيع حكوميه بحته. اوكي، المؤسسات الحكوميه المفروض تكون بواجباتها بس انه نفس المكان. بلديه مناقشه مع لسه ما صارت رسميه، ايه في مناقشات بس في توسع، في ناس تطلعوا فيه. اكيد. حبينا بهالمناسبه صراحه نعمل هاللقاء هون بالحسكه. ممكن يكون غير مناسبات اخرى. لكن هاليوم كان هيك له خصوصيه. فبهالمناسبه نريد هيك نسلط الضوء على معاناه الاهالي